السلام عليكم، معكم سهام من قناة عالم سام البسيط. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم هي وصفة ديال العشاء اللي سهلة وخفيفة. نتمنى تتبعوا لا فيديو حتى الاخير وتجربوا هذه الوصفة ان شاء الله. اول حاجة غادي نحتاجو هو قطع الدجاج اللي قطعتها هكا يعني صغيرة بزاف. غادي نضيف لها شوية تاع الزبدة مع شوية تاع الزيت والملح والابزار، وعلى نار اللي هي مجهده غادي نشحروا هاد لاداند هذا او لا الدجاج. صافي من بعد ما قليتو على هاد الشكل هذا غادي نحطوه في واحد الطبسي. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا نفس المقله غادي نشحر فيها واحد البصله، ضفت لها غير شويه تاع الزيت مع شويه ديال الملحه والبزار. ودائما النار اللي متوسطه على حساب البصله باش ما تحرقش لينا. غادي نستمر على هذه الكيفيه دي حتى تنزل لي البصله. دائما كذلك في نفس المقلاة غادي ندوز هنايا واحد مطيشه قطعتها هكا مكعبات، وغادي على عافيه المجهده باش دغيا تنزل ليا هذيك المطيشه. غادي نوضع هاد المكونات هذه في واحد الطبسيل جانبا، ومن بعد غادي ندوزو نوجدو الكيك المالح. هنايا ضفت واحد جوج بيضات، ولكن غادي نعاود نضيف بيضه اخرى اللي هما 3 مع واحد طرس ديال الثومه، كاس ديال الحليب، وكذلك 4 كاس ديال الزيت. ممكن تعويضوا بزيت الزيتون. كيف ما كتلاحظوا معايا 4 كاس ديال الزيت، هنا زيت نباتيه. ممكن ديروا زيت الزيتون. عندنا الملح، وغادي نضيف كذلك الابزار غير القليل فقط. وعندي توم بودر، ضفت هنا غير القليل لانه ضيفه توم عاديه. غادي نضيف الزعتر وغادي نخلط جيدا غير بالطراب اليدوي. غادي نخلط جيدا هاد العناصر هذه، ومن بعد غادي نضيف واحد البيضه اللي غادي تكون عندي في المجموع انني ضفت 3 البيضات. جربوا هاد الوصفه هذه كتجي رائعه ولذيذه في الصراحه. اللي كيسميها كيكه مالحه. انا غادي نضيف الطحين تدريجيا، ما عبرتوش. دائما كنخلي القياسات تاع الطحين على حساب الخليط، لانه الدقيق كيختلف. كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي لا. وغادي نضيف واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات. كيف ما كتلاحظوا معايا انا كنبقى نضيف الطحين تدريجيا حتى تنحصل على القوام اللي بغيت ديال الكيك. كيكون خفيف شويه على الكيك، تيكونش ثقيل. في المكونات عندي الكاشير مقطع، عندي هذيك الطوماط اللي سوطيت، عندي شويه تاع الفرماج احمر، عندي البصله اللي سوطيت، وعندي كذلك القطع ديال الدجاج اولا صدر الدجاج اللي سوطيته. غادي نضيف هاد المكونات هذه كامله مع بعضها على الخليط ديالي تاع الكيك مالح، وغادي نحرك. هذيك الاضافه ديال الكاشير فعطاتها واحد البنه
ولا عندكم كذلك الفلفلة ألوان ضيفوها، ضيفوا فلفلة وحدة إما خضرا أولا نص نص هكا، المهم كيبقى الكمية على حسب نتوما شحال بغيتو، فهي راه مكتجيش طالعة الصراحة. هذه هي الإضافة الأخيرة اللي صافي هنا ما غاديش نبقى نحرك هاد الخليط هذا. أنا هنا ضفت غير 2 فرماجات، ممكن نتوما تضيفوا 3 4. صافي هنا كنحطو هادوك القطاع تاع الفرماج، صافي ما كنبقاوش نخلطو نهائيا. غادي نضيف الفرماجة الثانية، ممكن تحطوهم في المجمد باش يجمدوا شويه ويساعدوكم في التقطاع ديالهم. هذه هي اللاطه اللي غادي نوضع فيها هذا الخليط ديال الكيك، دهنتها بالزبده ورشيتها بالطحين صافي، وغادي نكب الخليط ديالي وغادي نوزعه. هنا الفرن مسخن على درجه 180، غادي طيب من التحت حتى طيب مزيان وتشوفها طابت، عاد غادي نشعلو لها الفوق تحمر. الا كان عندكم فرن كهربائي فغادي تكون درجه الحراره متوسطه. كيف ما كنقول لكم راه الخليط كيكون خفيف شويه على الكيك. الصراحه غير جربه راه كتجي لذيذه 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 الا بغيتو تنوعوا بها الطاوله ديال الافطار ديالكم في شهر رمضان. هنا غادي نضيف الجبن الاحمر، وكلمسه اخيره غادي نضيف كذلك شويه ديال الزعتر. هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الكيك المالح، كيجي لذيذ الصراحه ودغيا كيتقطع غير كيبان لكم انني كندير، لانه هنا راه شويه باقا شاده السخونيه. جربوا هاد الوصفه هذه وراه غادي تنال الاعجاب ديالكم. الفيديو ديالي جا في النهايه ديالو، كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. دمتم في امان الله، مع السلامه، نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.